شايفين الشقة بعد عيد الميلاد. شايفين كله عشان خاطر عيون جوجو ولا يهمها. يلا معايا هنبدأ الفيديو، وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا بعد يوم شاق، بعد ما عملت البسبوسة والجلاش وتحضيرات عيد الميلاد وانزل اجيب حاجات، جيت بالليل بقى قلت لا مش معقولة هننام بقى كده هوت والشقة بالمنظر ده. نصحى الصبح، بحب يعني الطاقة الإيجابية. جنة نامت بقى، فقلت تصحى الصبح بعد عيد الميلاد تلاقي الدنيا مش هايصة كده بقى والدنيا نظيفة. قلت طب ما انضف بقى. قلت ايه، قعدت كده ساعة كده ريحت وقمت بقى ايه، قلت ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بتديني طاقة بقى. وقمت قايمة وزي ما انتوا شفتوا كده رجعت السفرة مكانها. كانت السفرة تحت الشباك في الروتين اللي فات اللي كنت عاملة معاكم في النيش لما كنت بوضب قبل حفلة عيد الميلاد. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يا جماعة يخش يشوفه، واللي بتتفرج علينا لغاية دلوقتي ولسه ما اشتركتش، لسه ما اشتركتيش ليه لغايه دلوقتي، خشي اشتركي، اعملي اشتراك ودوسي على زر الجرس، فعلي الجرس عشان كل فيديو جديد يجيلكم اشعار بيه. وشجعونا، وعيلتنا الصغيره عايزينها تكبر ومش هتكبر الا بيكم انتم. اشتركوا معانا وشجعونا باللايكات. اللايك بيرفع الفيديو وبيدينا حماس وبيشجعنا. هعمل لكم فيديوهات كتيره كتيره قوي. كل ما تشجعونا هبقى معاكم واعمل فيديوهات كتير. هنا بقى انا مسحت طبعا كنست الاول، كان زيت وحاجات كتيره قوي. الارض مش قادره اقول لكم، يعني انا بعمل معاكم كده اهوت، انا مسرعه الفيديو لسرعه جامده جدا. الارض كان كلها بيبسي وكيك وحاجات من دي برضو، فكانت ملزقه جدا. بقيت اغير الميه واحط ميه تانية، اغير الميه واحط ميه تانية، لغايه ما انتوا شايفين الارض بقت بتلمع كده قدامكم. مين كان قاعد بقى بيونسني؟ بصوا الاستاذ ميشو قاعد على السفرة، اجي الناحية دي يجي ورايا، اجي الناحية دي يجي ورايا. شايفينه اهو، بصوا. على السفرة هناك اهو. كان قاعد بيشجعني، بيحب يتفرج عليا قوي. ما اخش المطبخ اعمل وجبة ولا اعمل اي غدا ولا حاجة، الاقيه قاعد قدامي عند باب المطبخ يتفرج عليا. سبحان الله. عسولة، مش بيقولوا لي ده ابنك ده ولا ايه؟ هنا بقى مسحت الارض ومسحت السفرة. طبعا النيش انا عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات، آه نضيف يعني ما فيهوش اي حاجه. وبس مسحت السفره ومسحت تحت السفره وخدت الكراسي، كرسي كده باللامولار اللي انا وريته لكم في فيديو النيش، اللي هو حلو بديل البليدج واحسن من البليدج. والله انا بستعمل بليدج على طول، بس الراجل قال لي جربيه، لما جربته حلو قوي. وقلت لكم في فرق بينه وبين البليدج 5 جنيه، هو فيه توفير وكمان حلو زيه زي البليدج بالظبط. لمعت الخشب باللامولار، ولمعت القاعدة بتاعة الكرسي اللي هي المشمع بملمع الزجاج. رجعت الكرسي الهزاز كده، والكراسي بقى واحد واحد ألمعه وأدخله في مكانه، ألمعه وأدخل الكرسي في مكانه، واحدة واحدة كده. انتوا عارفين يا جماعة أهم من الشغل تظبيط الشغل والنظام فيه. يعني الأول لميت البواقي والحاجات اللي تحت في الارض، وبعد كده مسحته ولمعت حاجه حاجه كده هوت. عارفين يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما خدتش في ايدي وقت وانجزت فيها بسرعه. وطبعا اختي حبيبتي ساعدتني، هي عملت الاوض وانا عملت المطبخ وعملت الريسبشن، لان الريسبشن هو اللي كان فيه الهيصه كتيره قوي، والمطبخ برضو كان فيه بعض حاجات كده هوت وعملتهم. وهي ساعدتني، ربنا يخليها، رب نساعدها يا رب ان شاء الله في الفرح باذن الله. قالت لي ما شاء الله عليكي ما غبتيش فيه، يعني رغم ان هو كان في حاجات كتير وفي شغل كتير. هو الترتيب يا جماعه زي ما قلت لكم، لما بتعملي حاجه يعني الاول تنضفي الارض، تنضفي التراب الاول الارض، وبعد كده هو زي ما انا عملت كده تخيرت. هنا بقى انا عملت ورا الكنبه اللي في الجنب دي ورديتها تاني، وبعمل ورا الكنبه اللي في وش عشان ما اطولش عليكم من الفيديو. بجيب لكم بس ايه، بس ما سبت الشبر بقى في الريسبشن، شبر واحد. عملت البلكونه الاول وورا الكنبه اللي هي كانت في الجنب دي، وبعد كده الكنبه اللي في الوش دي، وبعد كده نضفت الناحيه دي وجبت الكرسيين اللي في الجنب دول الناحيه دي والترابيزه وعملت وراهم ورديتهم تاني حته حته شبر شبر. عارفين تحت الكراسي دي كان مليان كنزات والبتاع بقى اللي بيلمع ده اللي بيفرقع ده بتاع العيد ميلاد كان مغرق الارض، دوخني. بقول لكم بقيت اغير الميه واجيب ميه تانية، اغير الميه واجيب ميه تانية، لان لازق في الارض.
بصوا قد ايه، بصوا. كانت الريسبشن بصراحة متظبط، بس الحمد لله ربنا عني وظبطته ورجع زي ما كان. كان تعب بقى طول النهار واخر النهار كمان، بس انا كنت سعيدة جدا ان جنة كانت فرحانة ومبسوطة، ودي بتديني طاقة ايجابية لما بنتي بتبقى سعيدة ومبسوطة ان انا عملت لها حاجة زي كده. انا دي بتسعدني، رغم ان هي كانت قاعدة يعني ساكتة في قلب عيد الميلاد، بس هي كان عندها عيد ميلاد الصبح في الأكاديمية بتاعتها في المركز اللي هي فيه. فهي استوعبت كانت كل عيد ميلاد ما تحضرش العيد ميلاد بتاعها على فكرة، وكانت وتقلع، وفي الاخر عيد ميلاد برضو قلعت دوت، بس هي حضرت الحمد لله العيد ميلاد بتاعها. هنا بقى شايفين النظافة ولا ريحة النظافة؟ مش قادرة اقول لكم. يلا اشتراك ولايك، واستنوني في الفيديو القادم، فيديو هدايا العيد ميلاد هوريه لكم المرة الجاية ان شاء الله. الفيديو القادم اول ما تخشي حطي لايك على طول، شجعونا وكبروا عيلتنا الصغيرة ومش هتكبر الا بيكم. وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد. لايك بقى، شغلت البخور بقى في الشقة وريحة النظافة مع البخور، واو. يلا تشجعوا، فيديو حماس وفيديو نشاط مهما كانت كمية الاتساخات. اشوفكم على خير، مع السلامة.